حسان. عمر هاشم ماسك المايك. يا عيل، هذا اخوي عمر آه، موسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبتين بك يا اخي الليبي، وافتخر مرحبتين بك في برنامج ساعه نحكي لك مع حنان المقوب. وبيكي ان شاء الله اختي صحتي لا يبارك فيك، وان شاء الله لا بترجع لي لاهلك ان شاء الله وتشوفيهم يا اختي ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب يا رب. والله. جد ومرحبا بكم. بنوضح يا جماعة الخير، برنامج تعال نحكي لك برنامج اجتماعي ترفيهي، لا نتعاطى السياسة على الإطلاق. برنامجنا معتمد على تجارب الناس، كل يوم نطرحه في ملف. الملف اليوم استأنفناه لأنه هو من الحلقة السابقة في كثير من المشاركات ما لحقوش إنهم يشاركونا في اليوم. حنستأنف معاكم الملف هذا، الملف الأطفال. كيف إنك أنت اكتشفت نظمها لك أو لا، وهل تم يعني اللي عرفت من اللي اختطفك أو لا. بنسمع تجارب الناس، ولكن في قادم الأيام بنستأنف باقي الملفات. في ملف عندنا في بيتنا مدمن، وعندنا ملف أيضا النصب والاحتيال. أهلا وسهلا أختي مروة، مرحبتين بك في برنامج تعال نحكي لك مع حنان المقوب. مرحبتين بيك حبيبتي حنونة، ألف مبروك وإن شاء الله مستبشرين خير. وقبل كل شيء أنت بنت ليبيا كلها وخيتنا الكبيرة كلنا، وإن شاء الله يا ربي كلها خير يا ربي. أستاذة حنان، ما نطولش عليكي، ما نطولش على الناس اللي قاعدة تستنى. التجربة اللي أنا نبي نحكيها، الإنسانة قريبة مني، ومن أول ما شافت قصتك وهي يا عين جاك عماك تستجدى فيا إني أنا نتواصل معاكي بأي طريقة. قصتها مختلفة شوية هي كيف نقدر نحكيها بدون ما نحكي أسماء عوائل أو شيء. لا بدون هنا هي كل قصص وتجارب الناس يقولوا فيها، تمام. ولكن بدون اسماء، او حتى تستعيني باسم مستعار عشان توضحي، بس عشان ما نلخبطوش مثلا تمام. الأخت أو الصديقة هذه مقربة جدا منا. جوزت سواقها. لما تجوزت سواقها الأهل رفضوا، إنه هو مش من نفس المستوى المعيشي وهيك رفضوا، ورفضوا بنتهم الوقت هذاك ورموها عند جوزها. والجوز هذا كان متجوز وعنده عائلات أخرى. اشترطوا عليها أهلها إنها هي يعني تردلهم بشرط إنها ترمي عيالها وما تقولش إنها عندي عيال. واللي جابت منا عيل يا مروة؟ جابت منا توأم، عيل وبنت. توأم كانوا بنت وعيل، ومن معيشة صعبة اللي عاشتها عند الضراير، من الضراير شالوها الحوش آخر. المهم مأساة يعني تحكي فيها الأخت هذه كيف عاشت أمها مأساة صعبة، فاضطرت تسلم في عيالها وترد حوش أهلها. أهلها جوزوها الرجل آخر بدون ما تعترف للرجل الآخر إنها عندها عيال، فقط إنها متجوزة وعندها، والله إنها هي متجوزة ومطلقة فقط لا غير. ما عندهاش أطفالها توأم، خلتها لزوجها لطليقها وخلاص انتهى الموضوع. انتهى الموضوع وخلاص ما عاش، يعني معاش حابة تعترف بيهم المأساة اللي عاشتها، أو الله أعلم. على أساس نسيبها كيلوين بطاطا ورمتهم، يعني رمتهم، والعند الآن رميتهم. الأم اللي عند الآن رميتهم. كمل لك القصة أستاذة حنان على سريع، عشان في عالم أكيد حابين يحكوا قصصهم زي ما أنت ذكرتي في الإعلام وقلتي عشرات القصص. نعم. الإنسانة هذه ترني عليها تسمعي نغمة تليفونها محتاجتك يا أمي. في الأعياد والمناسبات تبكي، في يعني كبيرة في العمر طبعا، هي حاليا مواليد فوق، يعني حتى التاريخ اللي سجلت به المواليد مش حقيقي. التاريخ اللي سجلت به سجلها باتها بعد ما استجدوها الناس اللي ربوها، قالوا لعد يسجلها صدفة لقى قدامها مواليد الفاتح وقتها، فسجلها مواليد الفاتح اللي هي أكبر من العمر هذا. وعاشت حقبة من الزمن. الفترة الابتدائي هذه عاشتها باسم إحدى من الأخوات، خواتها هي، والفترة الثانية عاشتها باسم أختها الأخرى. فكانوا ينادوا عليها في الابتدائي باسم وفي الإعدادي باسم. قرأت يعني إعدادي وابتدائي بس. وهي شاعرة على فكرة، وعندها من ناس يعني من عائلة معروفة جدا وعائلة كويسة. واللي أنا خفيت عليكم تو ما قلتوا لي وين يعني ما حكيتش على الأخ. يقال إنه هو طاح مات
مسكتها واحدة من خواتها الصغار، خواتها من ضرتها طبعا، إن هي مسكتها أختها مات. الله أعلم، قلت له عشان ما يرثش الضراير إنه هو كيف مات الله أعلم، هي ما تعرفش. أما البنت فخذنها الضراير وعاشت ما بين الشقة هذه والشقة هذه وكانت شغالة. يعني أكيد الناس هتعرف، اللي قريبة مني هتعرف يمن، عاشت في مكان صعب جدا ومأساة صعبة جدا. حاولت تتواصل بأمها، عدت الأمها قبل ما تتجوز يعني أول مرة وهي أمها ماشية، الحقيقية، يعني عارفة أمها الحقيقية. عرفت أمها الحقيقية وعدت لها وشافت أخواتها وأهلها وأخوتها حقتهم